يعني ايه يا ولاد الواحد يصحى من بدري ويروح الصبح؟ مش والله العظيم ما الصبح، اقسم بالله ما الصبح. يعني مش بس امي، مش بس هنا، احنا هنا في العاشر من رمضان يا جماعه. هي فين المسؤولين وفين الناس؟ يعني ايه فرن يخلص عيش الساعه 8 الصبح؟ هو ايه فرن؟ ايه ده؟ عامل رغيف ونص؟ كان عامل عزومه لامه ولا ايه؟ ايه فرن ايه العيش الحر اللي بالبطاقه يا جماعه اللي بيخلص الساعه 8 الصبح ده؟ عيش ايه ده؟ افران العاشر من العاشر الزفت دي يعني البلد. العاشر من رمضان يا جماعه الفرن اللي في الجبل، والفرن احنا هنا بنتكلم على اللي في ال 45 واللي في ال 46. الفرن اللي في ال 46 والفرن اللي في ال 45 هنا هو بيخلص الساعه 8. يقول لك الضرب البطاقه خلص الساعه 8. 8 انا امي اقسم بالله امي مصليه الفجر رايحه على وضوها وقاعده، والنسوان والستات والناس كلها قاعده هناك. اقسم بالله امي بتقول الرجاله كل واحد عرف طابوره وراحوا يصلوا الفجر، وسابونا واحنا نصلي. امي بتقول والله يا بنتي انت جايه ورحت مصليه وانا قاعد ليه؟ يعني ايه ستاتنا وامهاتنا يروحوا يقعدوا من الفجر وفي الاخر الساعه 8 يقول لهم البطاقه الضارب خلص؟ وهنا في ال 45 فرن اللي في ال 45 ده اهو. يعني ايه البطاقه خلص؟ هو انتوا بتعينوا الدقيق وبتعينوا الحاجات، هي فين الاستهلاكات بتاعت الناس؟ هي فين البطايق؟ انت ضربت لكام واحد علشان الضرب يخلص؟ انت بتبدا ضرب الساعه كام؟ اديني ميعاد محدد. بتضرب من كام البطاقه لحد اخرك الساعه كام؟ 8 يا مفتري، 8. الست تروح يعني الست تروح جارتي اقسم بالله مقابلاها بقول لها يعني انا رايحه الفرن، كانت مش عارفه الساعه كانت كام كده. برضو مره تانية احنا كل يوم كده. احنا يا جماعه العاشر بقالنا شهرين على الحال ده، بقالنا شهرين هنا على الحل الاسود اللي منيل البطين ده. قلنا الزيت والسكر والفراخ وكلها عمال يغلى وبنعديها، وقلت اللي مش قادر على حاجه مش يجيبها، واللي مش حابب الفراخ مش ياكل، واللي يغلى مش تجيبوه، واللي يتنيل مش تجيبوه. طب العيش اللي هو مش غالي، الدقيق راح فين؟ مش عارفين نشتري العيش الحر يا جماعه. الرغيف قعد كده اهو الرغيف كده اهو وبجنيه ربع. نجيبها بقى لمين؟ افرض حد عنده عزومه، افرض واحد معاه 5 6 عيال، افرض واحد شغال، افرض واحد منيل ابننا مفجوع. هو في ايه بقى؟ مش في رقابه هتنزلوا؟ يعني مش كفايه ان انا انزل هنا في العاشر اروح الكشك ده يبيع ورقه شاي العروسه ب 40 جنيه، اروح للتاني ب 41، اروح لدواني ب 38، اروح لدي ب 35. زي العدس كل واحد بيبيع، اللي بيبيع العدس الكيلو ب 60، واللي بيبيع ب 55، واللي بيبيع العدس ب 50. وكل الاسعار متشكله هنا في الزفت، في المحلات هنا وفي الكشك وفي كل حته هنا. كل واحد بيبيع الاريا اللي بكيفه، كل واحد عمال يبيع حاجه بكيفه. يا ولاد هو دي ينفع كده؟ ما تشوفوا رقابه يا ولاد. هو كل اللي عنده شويه حاجات عينهم في المخزن، والناس الغلابه انا قادره، غيري مش قادر. انا مش قادره اجيب عيش، اقف على البطاقه اجيب عيش حر. انا راح اجيب البطاقه مش يدوني 10 رغيفه؟